ميشيل حايك يصيب في أولى توقعاته للعام الجديد. برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كالعادة سؤال الحلقة: ما هو اسم الجبل الذي استوت عليه سفينة سيدنا نوح؟ نرجع لتوقعاتنا. مع بداية العام أصاب ميشيل حايك في توقعاته عندما توقع عن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إتمار بن غفير عم يبحث عن شرارة ليولعها، والذي اقتحم باحات المسجد الأقصى الثلاثاء وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير في البلدة القديمة بالقدس وعلى أبواب المسجد. اقتحم إيتمار بن غفير الحرم القدسي الشريف كوزيرا للأمن القومي الإسرائيلي. وكان أعلن ميشيل حايك في ليلة رأس السنة خلال حلقة عرضت عبر قناة MTV اللبنانية عن توقعاته بشأن أبرز الأحداث التي ستحدث في الدول العربية بالسنة الجديدة 2023. وقال حايك: ابن غفير يبحث عن شرارة لإشعال الأمور. الفصائل الفلسطينية على مدار اليومين الماضيين كانت قد حذرت من دخول بن غفير إلى المسجد الأقصى، وأنها ستكون شرارة لاندلاع مواجهة جديدة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. امرأة إسرائيلية ستحتل المشهد. سيتسلل الحدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليحدث صدمة. في حكومة أنا عضو فيها لن يكون هناك تمييز عنصري. اليهود سيدخلون إلى جبل الهيكل، ونوضح لحماس أننا لا نستسلم ولا نتراجع. سنسمع ونرى عملية طعن بأسلوب مختلف، وأغرب ما فيها موقعها والمطعون. إسرائيل تسلسل على عدة بلدان بالفن. رحلة سياح إسرائيليين ستتحول لمأساة. في الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام جعلت الفلسطينيين كافة، إضافة إلى دول عربية وغربية، تحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تبعات الأحداث واعتبارها المسؤولة عن تفجر الوضع الميداني. الحاخامات سيحتلون الواجهة بالمرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها. لمرة واحدة سيكون الكنيسة الإسرائيلي مبنى غير مستقر وغير آمن. في يوم من الأيام ليس بعيدا لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية. الأحداث التي ستربك وتخيف إسرائيل بالمرحلة القادمة أبطالها أسرى بالسجون. نتنياهو يتأرجح بين عارض صحي وعارض أمني. نتنياهو بقراراته وأوامر نارية في مواجهة النار بيذكر الناس بتاريخه. ستتسارع الأحداث بإحدى الزيارات التي سيكون محورها نتنياهو. استثمارات غير يهودية في إسرائيل. فلسطين، دم شيرين أبو عقلة بيسجل انتصارين. نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين. مهمة أسود العرين غير وهمية وبتشق طريقها. السلام سيغزو غزة. جنون عسكري في جنين. القدس الشرقية أرض الشرارات. توقعات ميشيل حايك للسعودية: انحراف الأنظار عن موسم الرياض نتيجة حدث مفاجئ. أجندة القيادة السعودية دسمة ومليئة بالتطورات السياسية والأمنية، وتستدعي تأهبا وتحركا وضربا بيد من حديد. سؤالان كبيران في السعودية: من سيكون ولي العهد الجديد؟ ولماذا سيكون ولي عهد جديد؟ حقيقة السؤال ده غريب. تركي آل الشيخ يقود معركة في وجه الحساد. التعصب ينتقم من الانفتاح. سفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى فقط في هذا المنصب. حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد بحدث متصل به. محمد بن سلمان بيجري مواجهة ومصالحة في آن واحد. الحزن يكسر زياراته للعائلة المالكة في السعودية. انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف جمال خفاشجي. الملك سلمان في أوج مرحلة تتداخل فيها الحقائق والشائعات. مبنى سعودي بيخطف الأنظار. غليان بسيط داخل أسرة الملك. عنوان الضجة في السعودية يتراوح بين التصفية والإعدام. تسرب واحدة من محاولات الإطاحة بالعرش السعودي إلى العلن. غيمة قلق على الفنان محمد عبده
وبتتحول إلى هستيريا جماهيرية، تشكل غيوم مفاجئ في سماء السعودية وبتلفت كل الأنظار. مشايخ السعودية ورجال الدين في أزمات متلاحقة، والداعية سلمان العودة ينتظر على نار. توقعات ميشيل حايك للإمارات: لن يبقى اسم وصورة الشيخة فاطمة في الظل. الميدان الأمني الإماراتي في تحدي، الإمارات بتودع شخصية عظيمة. حالة طوارئ تؤدي لإقفال شارع رئيسي وشل الحركة لبعض الوقت. خطوة إماراتية تركية بتشغل بال العرب. محاولة انتقامية من الإمارات. إشارات إيجابية متعلقة بالجزر الإماراتية المحتلة من إيران. أهم وعود محمد ابن راشد لمستقبل دبي سيتحقق. طقس الإمارات سيشهد تغييرات مذهلة. توقعات ميشيل حايك للأردن: الأضواء ستتسلط مجددا على الفنان المعتزل أدهم نابلسي. حدثان داخل العائلة الهاشمية. قضية الأمير حمزة رغم كل الإجراءات لم تنتهي. ولي العهد الأردني وخطوة خطيرة بتتخطى ولاية العهد. مخطط لضرب الخاصرة العسكرية البحرية للأردن. القطاع السياحي الأردني بينفض الغبار عن نفسه وبيعود. مسلسل الاضطرابات الأمنية سيعود وبمستوى أعلى. توقعات حايك للكويت: صراعات وضغوط على التيار الديني المتشدد للتساهل ببعض البنود بما فيها السماح بالاختلاط والانفتاح. حركة نشطة بملف الجزر الكويتية. مجلس الأمة لا يستكين. تسلل العهود والولايات بأعلى سلطة كويتية سينقطع. بروز وجوه غير تقليدية بالسلطة. سعاد عبد الله وحياة الفهد في اسم سيسرق الأضواء مرتين. مفاجآت سارة بمراسيم رياضية مهمة. الصدمة بتختار أحد أفراد آل الصباح. عودة خجولة لبعض المبعدين عن الساحة الكويتية. بحنكة محفوفة بالخطر، مرزوق الغانم بيتسلل من جديد. ظهور استعدادات أحمد الفهد تمهيدا لسلوك مسار جديد بيطرح أكتر من علامة استفهام. الشيخ مشعل جابر الأحمد سيشعل الكويت. كون الكويت لن يكون طويل الأمد وسيحدث فجأة ما يعكر هدوءها. غليان داخل قاعدة أمريكية وسكوت وجه معروف على أرض الكويت. تأهب الأمن الكويتي عدة مرات. أمير الكويت يصر على إصدار قرارات ومراسيم تشبهه. توقعات ميشيل حايك لقطر: إشارات بتنبئ بخبر بيخص الأمير حمد آل ثاني. طوارئ ذات صلة بالطيران. بليلة تخلق هو بين تميم وإيران. عباءة ميسي القطرية ستتحول لعلامة تجارية. تميم يصل الفاتيكان. الشيخة موزة بتتذكر الزمن الماضي. كل الناس سيتحدثون عن العرس القطري. تميم يباشر إقامة مونديال سياسي على أرض قطر. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ياريت تدعموني باللايك والكومنت والشير. شكرا لكم وإلى اللقاء.